بنتعلق بربنا سبحانه وتعالى الولي، بالذات لما يبقى عندنا أزمات. ربنا قال كده: تعلقوا بالولي في الأزمة، لأن الأزمة دي هي جزء من رحلتك وقصتك مع الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كأنه سبحانه وتعالى بيقول: ثقوا متى أعطي ومتى أمنع، ده يتناسب مع ظروفكم وأحوالكم اللي أنا أعرفها أكتر منكم. وتلاقي ربنا قال لك: تعلق بيا لما علاقة تنتهي من حياتك. تعلق بالولي، علاقة مع شغل معين، علاقة مع إنسان معين، حد خذلك في وقت أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم أمين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني كتير جدا جدا، بقالي فترة ما شاركتش معاكم فيديوهات ولا روتينات ولا أي حاجة. فالنهاردة إن شاء الله هشارك معاكم بقى روتيني في المطبخ في تحضير الفطار. بما ان النهارده اول يوم في الاجازه، يوم الاثنين، فانا قلت لهم بقى هنصوم النهارده. بما اني في الاجازه بننام وبنفضل نايمين لوقت متاخر، فاليوم يعني اليوم قصير جدا في الشتاء، فنصوم النهارده. فصيمت البيت كله بصراحه النهارده اول يوم اجازه، وصيمتهم كلهم. خليتهم قاموا صلوا الفجر، واللي شرب ميه واللي اتسحر ودخلوا ناموا لحد الظهر تقريبا. هنعمل النهارده بقى الفطار مع بعض. اتمنى ان شاء الله ان النهارده الروتين بتاعي ينال اعجابكم يا بنات، ولو عجبك فضلا وليس امرا ما تنسيش تدعميني بلايك، ولو انت لسه جديده وبتشوفوا قناتي لاول مره اضغطي على الزر الاحمر تحت الفيديو بتاعت اشتراك، وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. تعالوا نشوف احنا بنعمل ايه. هعمل لهم كفته النهارده زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو. ده الفطار بتاعنا، فطار سهل ولذيذ وسريع وطعمه حلو جدا وخفيف كمان. فكره لفطار رمضان. رمضان خلاص بقاله يعني ايام قليله جدا، ان شاء الله يخش علينا كده يا رب بالفرح والسعاده يا رب والهنا. يعني تبدا السنه الجديده خلاص. الناس، انا بشوف ناس بتجهز لرمضان من دلوقتي، فكل سنه وانتم طيبين، يجي علينا كده يا رب بالفرح والسعاده يا رب وراحه البال وبالخير واليمن والبركه يا رب. انا معايا هنا كيلو من اللحمه. عملت ايه بقى؟ بشرت بصلتين مبشورين، وخدت شويه كزبره خضراء صغيرين وشويه شبت قطعتهم بالسكينه ناعم جدا، وفصين من الثوم صغيرين برضو قطعتهم بالسكينه، وتبلتها بملح وفلفل وكمون وشطه، وضفت شويه رشه من السماق ورشه من الجنزبيل، وضفت كمان زي ما شفت معايا كده سنه صغيره كده، يعني على طرف المعلقه الصغيره بتاعت الشاي بيكنج باودر، عشان ما تكونش اللحمه معايا مكتومه. وامسك بقى كل المكونات بتاعتي دي ادعكها كويس جدا، اعجنها يا بنات. هتعجنيها لحد الكفته بتاعتك ما تفتل، عشان ما تفكش منك، تفتل كده وتعمل خيوط بيضه. ساعتها كده خلاص الكفته بتاعتك بقت جاهزه. انا بعد ما عجنتها كويس جدا هحطها بقى في التلاجة. جبت كيس كده من بتاع التلاجة علشان ما عرفتش بصراحه اعمله بالبلاستيك الغذائي، فجبت كده كيس نضيف عندي، وهغلف بقى الطبق بتاعي وادخله التلاجة لحد ميعاد الفطار. بس كده. ونزلت السوبر ماركت بقى، الولاد طلبوا النهارده حلو، بما انهم صايمين بصراحه ما حبيتش ان انا ازعلهم، كانوا عايزين تراميسو. فروحت ادور على الصوابع بتاعه البسكوت، ما كانش موجوده. انا كنت نازله اجيب ايه؟ كنت نازله اجيب لبن، عشان كنت عايزه اعمل رز بلبن بصراحه النهارده، كان نفسي فيه، بس هم قالوا لا احنا عايزين تراميسو. فجبت لهم، جبت جبنه التراميسو، وجبت كمان البسكوت ده. ما تلاقيتش النوع التاني الصوابع، جبت ده. وجبت العيش ده بيكون بالزبده يا بنات، والاعشاب العطريه كده، بيكون طعمه حلو قوي كمان لما تحطه في الفرن، مش محتاجه انك تغمسي مع حاجه، هو فيه كل حاجه. وشوفوا بقى جبت حاجات تانية انا ما كنتش رايحه اجيبها بصراحه، لقيت في عرض على التونه اللي هي سلطه التونه، جبت. بس هي دي الحاجات اللي انا جبتها، ورجعت على البيت على طول. يعني رجعت متاخره بصراحه لاني نازله برضو متاخر، فدخلت كده بهدوم الخروج بتاعتي على طول على المطبخ. اول حاجه بدات ان انا اعملها، طبعا تبلت الكفته قبل ما انزل وحطيتها في التلاجة، وانا عارفه انا هعمل فطار النهارده اللي هي الكفته والرز زي ما شفت معايا كده والسلطه، وهتشوفوا معايا كمان في الفيديو. وبدات ان انا ما عندي كريم شانتيه اللي هي الباكت، فقلت استعملها. ما جبتش كريم، ما جبتش يعني سلاخ روم طازه. قلت هستعمل اللي عندي، بدل انا عندي باكت هستعمله. وضفت معاه كوبايه من اللبن، يعني كوبايه مش مليانه للاخر على الاتنين باكت، وهبدا اضربهم بالمضرب الكهرباء لحد ما يتماسك معايا. طريقتها سهله جدا زي ال التراميسو العادي، ولكن المختلف هنا اللي هي الصوابع طبعا، لان انا دورت عليها قبل كده في ليدل ما كانش موجوده. رحت أنا كمان النهارده سوبر ماركت جنب البيت عندي ما لقيتهاش. قلت لهم لا، انا بدل هم نفسهم فيها النهارده انا هعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوها عشان اشجعهم. عارفين بقى ما تشجعوا الولاد. هتقولي لي طب ليه بتصيميهم يعني وهم ما. انا قلت ان انا يعني اليوم قصير جدا، وفي الاجازه الولاد بيناموا لحد تقريبا، ممكن يفضلوا نايمين، بس انا صحيتهم طبعا على صلاه الظهر.
فقلت نستغل الاجازه كده، وكده كده احنا قاعدين في البيت، فاي يوم هم قاعدين اجازه وانا صايمه بخليهم بصراحه اللي عايز يصوم يصوم معايا، بالذات في الايام القصيره دي اللي هي ايام الشتاء قصيره جدا يعني. الفجر بيأذن على 7 إلا تلت، والمغرب بيأذن على 5 إلا تلت، فيعني اليوم قصير جدا، ما بتلحقيش اصلا يا دوب تصحي من النوم تحضري الفطار. فقلت احفزهم كده ويتعودوا كمان على صيام التطوع، بس مش صيام رمضان بس، او مثلا وقفة العيد او كده، لا نشجع ولادنا على الحاجات دي. لما تكون صايمة قولي للولاد مين اللي يحب يصوم معايا هياخد حسنات، لان صلى ان نصوم علشان سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين او الخميس او الثلاثة الوساطة في الشهر. حاولي تشجعهم كده وتتكلمي معاهم وتحفزوهم كمان. انا الوقت عملت ايه، انا ضربت الكريمه كويس لحد ما اتمسكت معايا، وبعد كده نزلت عليها بالجبنه المسكربون وهضربها كويس جدا. وضفت معلقتين من اخدت كده حوالي 3 معالق كبار من القهوه سريعه الذوبان، دوبتها في ميه مغليه، واخدت منها هنا حوالي معلقه على الخليط بتاعي على الكريمه مع الجبنه، وضربتهم كده كويس بالمضرب وحطيتها على جنب. وهنا هبدأ بقى اعمل اول طبقة. طبعا القهوة عندي سخنة، فبحاول كده، حاولت ان انا اقلبها كده وفتحت البلكونة، يعني الجو ساقع، بردت معايا بسرعة، فكنت كمان بحط البسكوت واشيله بسرعة علشان ما يطرش معايا بس. وبرصه بالشكل ده بالطريقه العاديه خالص، اكنك بترص الصوابع جنب بعضها. بس ما كانتش مسكره يا بنات، يعني هي حلوه، انا ما بحبش الحاجه المسكره، يعني انا ماليش في الحاجات اللي هي بتكون السكر بتاعها عالي. دايما لما بعمل اي حاجه بيكون السكر بتاعها خفيف. انا لان انا ما بحبش السكر الكتير، ولكن انت لو بتحبي الحاجه مسكره هتزودي سكر مع الجبنه والكريمه، او هتجيبي البسكوت اللي هو بيكون عليه طبقه من السكر. انما انا جايبه بسكوت ساده عادي، وكمان ما ضفتش اي سكر فيها، استكفيت بس بالسكر الموجود مع الكريم شانتيه، وكمان الجبنه ما حطيتش عليها اي سكر. فالحلاوه بتاعتها كانت خفيفه، كان طعمها حلو بصراحه، لان هي مش مسكره، وانا عن نفسي ما بحبش الحاجات المسكره. فبالنسبه لي كان حلو حلو جدا، وخفيف، السكر بتاعه خفيف، والدسم بتاعه كمان، لان الدسم اللي بيكون في الكريم الشانتيه اللي هو البودر مش زي اللي بيكون الفريش. فكانت خفيفة بصراحة، أنا حسيتها خفيفة جدا ومش مسكرة، ولكن لو أنت بتحبي الحاجة مسكرة هتضيفي سكر بودرة على الخليط بتاعك وأنت بتضربيه. هنا بقى هنعمل الطبقة التانية سهلة جدا، وبدأ الخليط هنا معايا القهوة سريعة الذوبان بردت، ف آه، مخدتش وقت معايا يعني ان هي تبرد، بردت بسرعه. المشكله بقى هنا ان البسكوت كان للاسف متكسر، ممكن يكون وقع منهم وهما بيرصوه، فكانت اول باكت فتحته كان متكسر، فكنت يعني بعمل بحذر شديد، ومع ذلك برضو كانت اللي بيتكسر منها حته عادي بقوم جايب بلاها كده وحطها جنبها. حلو جدا الحلو ده، ممكن تعمليه في كاسات صغيره او في اطباق، كل واحد الطبق بتاعه. انا بحب بصراحه الحاجات اللي هي بتتعمل في اطباق لكل واحد الطبق بتاعه، ده احسن من ان أنا اعملها في صينيه كبيره. بس انا عملتها في صينيه كبيره بما ان الجو عندي ساقع، مش هضطر ان انا ادخلها التلاجة وافضي لها مكان، فانا عملتها كده وحطيتها في التلاجة بره. وعلى ما خلاص الفطار كان جاهز وفطرنا الحمد لله، كانت يعني قبل الفطار انا دخلتها كمان كانت بردت، اكن انا حطاها في التلاجة، كانت الصينيه فعلا سقعت اكني حطاها في التلاجة، لان طبعا درجه الحراره، انا مش عارفه درجه الحراره النهارده كام، بس الجو كان ساقع لحد ما. هو حلو الحمد لله، ما كانش في مطر، وكانت الشمس بتظهر كده وتروح تاني، ولكن الجو كان حلو. وبالسباتولا انا ما يعني بالسباتولا كده بتسويها وخلاص. هنعمل الطبقه الثالثه كده على السريع، ممكن تعملي اكتر من طبقه طبعا، ممكن اعمل 4 طبقات، او ممكن تعملي طبقه بتاعه البسكوت الدبل، يعني هتعملي طبقه مثلا من البسكوت طبقتين على بعض، وبعد كده تحطي الكريمه. هنا ما عندي كاكاو خام، هبدأ بقى نغلف الصينية. ممكن هنا كمان لو حابة احطها في التلاجة شوية، وبعد كده تدوبي لها شوكولاتة وحطي على الوش لو تحبي. انا ما حاولتش اكتر كاكاو، لان في ناس عندي في البيت ما بتحبش الشوكولاتة او الكاكاو، فاحنا كنت عارفين برش على استحياء كده، يعني حبة صغيرين بس كده. خلص بقى الحلو بتاعنا، انا غلفته وطلعته البلكونه بره لحد ما احضر الفطار. طبعا كنت اتاخرت، ف يعني كنت عايزه اشتغل بسرعه جدا، يعني كله ورا بعضه. الحلو خد مني وقت عن الفطار،
هنا بقشر بصل عشان اعمل رز. هم طلبوا مني بصراحه النهارده الفطار والحلو اختيار الولاد. انا كنت هعمل كفته في صينيه في الفرن كده مع الخضار. هم قالوا لا احنا عايزينها مشويه وعايزين معاها رز اصفر. ورز اصفر انا بحب اعمله بالبصل يا بنات، بيكون طعمه حلو، غير ما اعمله بس بالكركم والتوابل او الاعشاب مثلا زي القرفه والليمون والقرنفل. لا البصل بيديله الرز بيخليه مسكر، بيخليه طعمه حلو. مع كمان مع الكركم بيكون طعمه جميل وريحته كمان. فلو مش بتضيفي بصل على الرز بالذات الاصفر، لو بتحطي ليه كركم ضيفي بصله وحبه بصله صغيره ضيفي، بيكون طعمها حلو جدا مع الرز. انا عملت هنا بصلتين لان عندي الولاد بيحبوا الرز بالبصل والاصفر ده، يعني عندي ما بيحبوش في البيت اللي هو الرز الساده، يا اما رز بشعريه يا اما رز اصفر يا اما رز بالبصل، يا اما المهم ما يكونش رز ابيض كده ساده بس، او رز حبايه وحبايه اللي بتحمري نصه وتضيفي النص التاني ساده ابيض عادي. هنا حطيت حوالي معلقه كده من السمنه وهبدا اقلب فيها البصل بس لحد ما البصل، انا مش عايزه البصل يعني انا ما دبلتوش، ولكن انت لو حابه كمان تاخدي منه طعم حلو يعني صفري البصله كده، تاخد بس ايه تشويحه خفيفه كده، تصفر تصفيره خفيفه كده، يعني الميه تدبل شويه وتبدا تصفر، بيكون طعم كمان الرز حلو جدا. ممكن تعمليه كمان من غير كركم، ممكن تضيفي هنا على البصل بس شطه وفلفل اسمر وشويه كمون وبس، بيكون طعمه حلو جدا 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 وريحته كمان بما انك انت عاملاه بالسمنه او الزبده. بس كده ضفت هنا الكركم وشطه، وهضيف هنا الرز واشوحه معاه. لازم تشوحي هنا الرز كمان تديله تشويحه كده مع البصل والتوابل بتاعتك. وكمان ضفت ملح ونضيف الميه بتاعت الرز بتاعتنا وبس كده، وخلاص كده الرز بتاعنا خلص. هنقلب بقى، ضفنا الميه هنا، هنزود شويه لان الميه اللي انا كنت حاطاها ما كانتش كفايه، وبس كده وهغطي عليه لحد ما يغلي. ساعه ما يغلي الميه، ساعه ما يغلي الرز هدي النار وسيبيه يستوي. تعالوا بقى هنعمل الكفته النهارده في القلايه الهوائيه اللي سالنا عليها. انا كنت شاركت معاكم في تنظيفات وقلت لكم ان هي حلوه جدا، انا جربت فيها يا بنات بصراحه. اللحمه شويه فيها اللحمه كانت جميله جميله جميله. ان شاء الله لما اجي اشوي لحمه تاني هشويها معاكم باذن الله. بعمل فيها الفراخ، انا عندي الولاد من يوم ما عملت فيها الفراخ فيها لو عملت الفراخ تاني في الفرن، عملت الفراخ مره في الفرن ما عجبتهمش، حبوا بتاعه القلايه اكتر من الفرن. الفرن بينشف الحاجه مهما كان، بيخلي الحاجه ناشفه مقرمشه، يعني لما تسويها كويس في الفرن وتنشفيها كده تلاقيها مقرمشه. لا هنا في القلايه الفراخ بتاعتك بتكون متحمره ومتقرمشه وطريه في نفس الوقت، يعني الحاجه بتطلع لك الحاجه عشان هي فيها مروحه، بتخلي لك الحاجه فعلا طريه طريه من جوه وطعمها حلو. يعني الفراخ الاجنحه دي انا لما كنت اعملها كانت تطلع يا بنات ناشفه، لو انا مثلا الولاد حبوا ان هي تكون مقرمشه شويه ونشفتها وقرمشتها لهم من بره كانت من جوه بتكون ناشفه. في القلايه لا، في القلايه بتكون مقرمشه من بره وطريه في نفس الوقت. فانا النهارده اول مره اجرب معاكم الكفته فيها، اول مره اعمل فيها كفته يعني. انا كنت قبل كده عملت فيها اللحمه زي ما قلت لكم، عملت فيها فراخ، عملت فيها الاجنحه، عملت فيها دبابيس، عملت فيها لحمه مشويه قلت لكم قبل كده. وبشوي فيها الخضار، لو هعمل مسقعه بشوي فيها البتنجان والفلفل. زي ما انتم شايفين كده انا سخنتها الاول. انا هي اخر درجه حراره فيها هي 200. بعملها ممكن حابه بقى تعملها على 25 درجه تعملها، انا بعملها على ربع ساعه الاول. عملتها على ربع ساعه، او ودي بعد 5 دقايق. ده شكل الكفته بعد 5 دقايق. انا شغلتها الاول، سخنت الاول، وبعد كده بدات حطيت فيها الكفته وشغلتها الاول 9 دقايق لحد 5 دقايق، هي كده 14 دقيقه ساعه ما وقفتها. وبعد كده وقفتها عند 9 دقايق. 5 دقايق دي يعني الكفته كده شكلها بعد 5 دقايق. بتبص عليها كل 5 دقايق، بص على الحاجه اللي انت حطاها، بتعملي ستوب وبتقلبيها، بتشوف الحاجه لو خدت لون من فوق بتقلبيها. شايفين ده شكلها بعد 5 دقايق على درجه حراره 200، هي اعلى حاجه فيها 200 بصراحه. هرجعها تاني وكل 5 دقايق افتحها وابص عليها لو محتاجه تقليب على حسب بقى درجه السوا اللي انت حباها. هنا هنعمل طبعا بما ان صايمين هنعمل عصير تمر باللبن، العصير المفضل عند ولادي في رمضان غير رمضان. اي حد صايم حتى لو هم مش صايمين وانا مثلا صايمه عايزين ان انا اعمل لهم تمر باللبن.
فهعمل لهم تمر بلبن النهارده، هو ده العصير الرسمي بتاعنا، بيحبوه جدا. شايفين شكل الكفته؟ على فكره انا كنت حطيت يعني لما الحطه الاولانيه الكام صبع اللي انا حطيتهم الاول خلاص بداوا ياخدوا لون واستووا. شايفين يا بنات؟ طريه جدا ومستويه. خدت مني حوالي اقل من 20 دقيقه، وانا بقلبها دايما طبعا على حجم صبع الكفته اللي انت عاملاها. انا كنت عاملاها تخينه شويه. بتقلبيها من كل 5 دقايق، بتفتحيها وتقلبي الحاجه اللي فيها. انا طبعا لما الاول حاطه خدت لون كده، جبتها في جنب وحطيت باقي الكفته بتاعتي. ده شكلها بعد ما خرجت، بعد ما خلصت الكفته. جميله جميله، ومن غير ولا نقطه زيت، بس من الدهون اللي في اللحمه. واللحمه بتاعتي ما كانتش سمينه زي ما انتم شايفين معايا. بس ودي كان النهارده الفطار بتاعنا. وكان يومنا عملنا رز اصفر وسلطه طحينه وسلطه خضراء والجرجير والعصير والحلو. واتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعنا ينال اعجابكم. ما تنسونيش يا بنات فضلا وليس امرا من اللايك وشير والسبسكرايب للقناه. واشوفكم ان شاء الله على خير وعلى خير في فيديو جديد وروتين جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا بقى الحلو، نسيت اقول لكم على الحلو بتاعنا. شايفين شكله يا بنات؟ بيكون طبقات كده وطعمه حلو جدا وخفيف. اتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال اعجابكم. حلو سهل وسريع وبسيط، ما خدش معايا اي وقت ولا اي مجهود بصراحه. وكان طعمه حلو جدا مع فنجان قهوه كده، مع فنجان شاي، وبألف هنا.